بتعمل ايه يا دكتور؟ دي القشطوطه يا فندم، يعني حد يكره القشطوطه؟ حلوه جدا بس كلها سكر وسعرات. بصراحه سعرات ما فيهاش كلام، بس بصراحه بفكر اخد الجلوكوفاج. ما كانش حد غلب. طب اديني بس فرصه اقول لك الجلوكوفاج بيدخل يشتغل ازاي في الجسم. بيقلل انتاج الكبد للجلوكوز، كمان بيقلل شويه امتصاص النشويات من الامعاء، ده غير انه بيزود حساسيه خلايا الجسم لهرمون الانسولين. بس ده مش معناه خالص انه هيمنع تماما امتصاص النشويات من الاكل، ومش كافي لوحده، لازم تمشي على نظام غذائي جنبه. عايزه اقول لك كمان انه ممكن يعمل لك شويه اثار جانبيه زي ميل القيء ودوخه. ده مظبوط، ده كلام حقيقي. مش بس كده، ده هو كمان بيقلل امتصاص البي 12 اللي بدوره بيقلل امتصاص الحديد، فبالتالي ممكن نوصل لرعشه ايدين، ممكن توصل لانيميا اللي بيجي وراه بقى هالات سودا، ممكن يجيب تساقط شعر. رجاء يا دكتور، اي حد جاي يشتريه من الصيدليه عندك بلغه، عشان دي امانه انه مش دواء تخسيس، وانه دواء مقاومه انسولين وسكر، وانه كمان مش مناسب للناس كلها. يعني في ناس بيبقى عندها حساسيه من ماده الميتفورمين اللي فيه، وكمان مش مناسب لمرضى القلب والكبد والرئه والكلى. اكلي قشطوطه؟ لا لا شكرا.